موالي من حلب، من سكان مدينة جسر الشغور من 20 سنة. بيتي جنب المستشفى الوطني، وهلا عم بحكي من قدام مسجد الوطني بوجود الجيش، ودخل الجيش على المدينة. العالم كلها هربت من مدينة جسر الشغور، كلها مو خوف من الجيش، خوف من هالصايعين الضايعين اللي كل واحد بمبكشن حامل وحامل بارودة روسية. ويوم اللي على اسمه الأمن العسكري وبالديناميت فجروا وشلفوا الجثث على نهر العاصي. اليوم والله ما حسينا بالفرحة إلا وقت اللي دخل الجيش، حسينا بالأمان. أنا زلمة مهدد، هددوني هن المسلحين إنه أنا أساس مخبر للأمن العسكري وممنوع أطلع من بيتي طاول، بس أطلع من بيتي حي الله حاجة بده يقتلني. لهالسبب تميت متخبي في بيتي وبيرك، أنا لوحدي بالبيت. اللي هن عملوا حواجز؟ لك عملوا حواجز يحرقوا دواليب ويحد هون قدام المستشفى في حاجز، لقدام شوي في حاجز، تحت عند الدوار في حاجز، تحت عند الصومعة في حاجز، كلهم حواجز كانوا. كلهم مسلحين؟ كله مسلح. نعم. كله مسلح. هاي الحرية طالبينها. امبارح يقولوا لهم انه بدنا هذا يبعث لنا سلاح، هذا ما بعرف تبع تركيا. ايش بدي احكي يا ابني؟ انا تركت الصبحيات اولادي وجيت احتمي فيكم، صار لنا 4-5 ايام لا مي لا شيء بالمره. نحن ما لنا طالبين منهم شيء يا ابني. اخواتي ليكم كلياتهم متهجولين بالضياع وبالشول. ابنتي صار لها 4 ايام ما بعرف عنها شيء. الله وكيلك يا ابني. معاملة الجيش احسن مننا، هودي اولادنا، هودي عرضنا، هودي اخواتنا، الله يردهم لاهلهم ولاولادهم ولا هذه. تفرج شلون يزتوهم بالعاصي، يزتوهم بالشوارع للجيش، شلون قطعوا هذه. اذا كلمة حق ما عم يخلونا نقولها. هذا اي حري هاي. وشو قصة هدول اللي علقوهم اللي قال ذبحوهم هدول؟ انا يا ابني هودي ما شفتهم، انا ما شفتهم والله. الله وكيلك شفت 7 على الصومعة، هودي مذبحينهم وزيتينهم بالصومعة. اللي هربوا على تركيا كلهم هربوا على تركيا. قالوا لهم من اول طلقه بتطلع من الجيش قولوا انه الجيش هجم علينا عم يقتل اولادنا وشرفنا. قالوا لنا هالحكي هذا ايام. هذا كلكم هذه اخواتي لكم كلياتهم حوالي. والاشخاص اللي عم يطلعوا بتعرفيهم انت هون المناطق، شو رايك فيهم؟ ان طبيعه الاشخاص اللي طلعوا مسلحين طلعوا من كل، يعني ما من جسر بس، من جبل الزاوية، من فريكي، من كل المناطق طلعوا. كيف اخلاقهم؟ اهلا وسهلا باللي جاي، يا مرحبا باللي جاي، 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 اهلا وسهلا باللي جاي، يا مرحبا باللي جاي. الله محيي الجيش، الله محيي الجيش، الله محيي الجيش، الله محيي الجيش. سوريا 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 سوريا. الله محيي الجيش، 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 الله محيي الجيش. وقاعدين لحالنا لا اكل لا سكر لا رز لا سمن، ما عاد نستاجر نطلع برا البيوت انه ما بنعرفه. دحق الحز الجيش مطارياتين. الله محيي الجيش، ليه وليلاتين. الله محيي الجيش. ما بيرضى هالشيء، يعني ما في حد يعني كل الديانات ما بترضى هالشيء. طبعا هن عم بيقولوا الامن مستحيل يساوي شيء، لان جيشنا يعني منه وفينا. شيء مؤلم يعني. هذول اللي عم بيقوموا بهيك اعمال يعني لا رادع من ضمير ولا وازع من دين يعني. هذا اسمه اذى وتخريب، هذا وهذا كله حرام عاد بكل الاديان يعني، وهذا شيء ما بيبالوا لا عقل ولا ضمير. وهذا الحكي لازم يعرفوه كل القنوات الاجنبيه اللي عم تعمل اشياء معاكسه للشيء هذا، مشان يعرفوا الحقيقه اللي عم بتصير بسوريا. يعني نحن اولاد بلد، يعني الدم ما بعرف شو عم بيصير، يعني الدم بيصير مي. بنحب دائما السلام، بنحب المحبه. اهالي